سيب الشنطه فاتح، اتكل على الله. هروح انا حاج ولا في مشاوير تاني النهارده؟ يا ابني بعد اللي انا شايفه ده يستحيل هخرج النهارده. اختفي اختفي. ماشي يا حاج. يلا خد الباب وراك. السلام عليكم. سلام. شوشو شقاوة يا شوشو، شقاوة. اوعى الفحت. الحمد لله على السلامة يا حاج، وحشتني وحشتني. الله يسلمك يا جميلة، بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ بخور وورد وبسبوسة بالقشطة وفتة العيد كمان، احنا ما عيدناش مع بعض. صح، ما عيدناش. قطعية الرقبة شايلها لك. هو ده الكلام. تعالي تعالي. خدني جنبك. لا قولي لي، ايه الهوس اللي احنا فيه ده؟ انتي مسربة العيال فين؟ العيال عندهم تمارين في النادي لغاية الساعة 10 بالليل. 10 بالليل. شوشو بالراحة عليا، انا لسه راجع من السفر. انا الحق عليا، انا الحق عليا اللي عايزاك تكمل الحل بتاعك، ولا كنش حليته هناك مع منيرة. بصراحة حليته. نعم يا بنت حليت ايه يا مجنونه؟ كانوا هم بس عاملين برطمان كده مشمش مربط مشمش يعني، خدت لي معلقتين على الماشي بس. اوعى. عيب. منيره دي زي شقيتي بالظبط. مش بعيد وهي بتحج يكون دعيت لي انا وانت ان ربنا يهدي سرنا. وانت بقى دعيت لي بايه؟ انا دعيت لك انك تحلوي اكتر وتصغري اكتر ما بتصغري. يا لهوي. ايه؟ تعالى تعالى. استعنا على الشاي بالله. يلا. ايه ده؟ يا بنت اللي بتتصل. مش وقته. لا استني، مش وقته. استني بس. اقفل بقى. اهدي بس. ده برغام، ده رغام المحامي. مش مهم، كأنك لسه ما جيتش من السفر. ان الراجل ده ما بيتصلش لما بيكون في حاجه مهمه. ياه. الو. الله يسلمك. لسه ما فيش دقيقتين وداخل عتبه البيت. انزل فين يا استاذ؟ بقول لك لسه داخل البيت. لا. طب ما يتاجلش يعني؟ موضوع ايه اللي طب بص، ينفع بس ريح لي ساعتين 3 4 ساعات كده واجي لك على طول. ها؟ طب ما تقول لي بس يعني خير ان شاء الله، يعني خير خير. ها؟ طيب. لا لو كده بقى لازم انزل اجي لك حالا. ماشي، جاي لك. سلام يا استاذ. جاي له فين؟ طب خد. لا. هاي النسوان دي. الشوشو. بالراحة يا وفاء، ماما جايبة الحاجات للناس كلها، خدي بالك. وانت مالك انت؟ الحاجة فتحت الشنطة وقالت لي خدي يا وفاء اللي انت عايزاه. خدي يا ملك دي، قيسيها جوه يا حبيبتي. روحي مدي ايدك يا حنان وشوفي. فوقي بقى من اللي انت فيه ده يا بنتي وسيبيها على الله. ونعم بالله. امكم بقت تنسى 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 تنسى. انا حزينه ومقهوره على جيركن زمزم اللي ضاع ده. اقول لها يا ماما خدي بالك، يا ماما خدي بالك، دي شفا وبركه. برضه مفيش فايده، ونسيتهم جنبها وقامت. ايه ده؟ يعني انت عايزه تفهميني ان انا نصيبي من ميه زمزم الازازه دي بس؟ شفت بقى؟ اديك مستشويهم. انا بقى كنت ناعيه هم البصه اللي انا شايفاها في عينيك دلوقتي، بس اعمل ايه؟ والله ما بايدي. انا لو عليا كنت جبت 5 6 جراكن زمزم، وكنت اديتكم 5 6 ازايز ميه من دول، ومعاهم كمان رشتين عود من ده. على فكره ده عود اصلي. اصلي صح. لا بس انا زعلان جدا. ده انا بقالي ايام وليالي بنام واحلم بميه زمزم اللي انت هتجيبيها لي. اعمل انا ايه دلوقتي؟ تعمل انت ايه دلوقتي؟ ولا ده انا مربياك يا ولا. انت بتسرح بيا ولا ايه بالظبط؟
على فكره انا عارفه ومتاكده ان انت كمان ما بتصليش. يا رشني يا يا رشني عيب ده يا انا ولا حاجه، يا جامد يا عيب انا مولي. حاجه. اهو لقط اهو لقط. يوسف يا عمر وحشتني قوي. هو شايفني؟ اه يا داليا عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. الحمد لله يا حبيبي كويسه، انت عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. بقول لك ايه يا ولا، اثبت يا ولا ما تفضحناش. بقول لك ايه، انا مصوت لك ب 200 جنيه ومسيح لك عندي في الشركه كلهم بيصوتوا لك، اجمد واكسب. انا قلقان قوي والنبي ادعوا لي. ها وتقلق ليه يا حبيب اختك؟ هو في مز زيك كده يقلق برضه يا يوسف؟ إلهي يا رب وانت جاهي وحياة حبيبك المصطفى تتقبل دعايا يا رب. يا رب تسقط في المسابقة يا يوسف يا ابن أمي وأبويا، عشان طريق الشيطان ده يتسد في وشك قادر كريم. منيره اسكتي والنبي ما تدعيش خالص انت. علشان بحبك بدعي لك ان انت ان شاء الله تسقط في المسابقة عشان تبعد عن طريق الشيطان ده خالص يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حاج خالد. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. واضح كده إن الحجة اتقبلت، وشك منور قوي. منور ايه بس يا عم شاكر؟ ده انا الشمس عماله تحمص فيا ال 20 يوم اللي انا قعدتهم هناك. أنا بتكلم عن نور جواني. بقول لك يا عم شاكر، انا سايب قاعده في البيت فشر هارون الرشيدي. سيدي يا سيدي. مش سايب القعده الحلوه دي بقى عشان اجي لك وتقول لي اذا كان نوري براني ولا جواني. يا عم أنا مش كلمتك وقلت لك في خير كتير. اهبط كده واسمع. افتي يا نجم. اسم مراتك إيه؟ نعم اخويا. الأولانية مش التانية. مش هتفرق برضه. نعم اخويا. اسمها منيرة إبراهيم حسين المندوه، صح مش كده؟ يا نهار اسود ومنيل. هو في قضيه على منيره ولا حاجه؟ الست منيرة بقت مليونيرة، هي وأخواتها. مش فاهم يعني ايه، وضح لي عشان مش فاهم. حتة الأرض بتاعت إبراهيم حسين المندوه اللي في إسماعيلية دخلت كردون مباني. في اللحظة اللي احنا فيها دي هي واللي زيها بيتسعروا بالمتر. يعني تقريبا كده احنا بنتكلم في 30 مليون جنيه. منيره واخواتها هيطلع لهم 30 مليون جنيه؟ بالميت يا عمنا. بركة دعائك يا حاجة صفية.